نعطيكم درك ملخص كيف اعتقلوا حسب مصدر ثقة كاملة. أخبرني اليوم كيف تم الاعتقال نتاعهم. أمس أرسلت قوة خاصة من الدرك الوطني مع عناصر المخابرات نتاع لا دي جي اس اي. لا دي جي اس اي هي المديرية العامة للأمن الداخلي. أرسلت إلى بيت توفيق، بيت طرطاق. توفيق يقيم في حيدرة، طرطاق يقيم أيضا في كلوب دي بان، ويقيم أيضا في حيدرة، عنده أيضا هناك. وأرسلت إلى السعيد في البشير الإبراهيمي. أخبرني المصدر من أنه في الفيلا اللي كانت باسم أمه، وليس في الشقة اللي باسم عبد العزيز بوتفليقة في البشير الإبراهيمي. بين الشقة وبين الفيلا نتاع عبد العزيز والشقة والفيلا اللي كانت على اسم أمه حوالي 200 متر في البشير الإبراهيمي. سرافايل أعتقد كان اسمه سابقا. يعني أنه في حين أن طرطاق وتوفيق تم اعتقالهم، قالوا لهم أن جينا نعتقلوكم فراحوا بهدوء، فإن السعيد كان في حالة هستيريا حقيقية، وأنه كان موجود معاه أخوه ناصر في الفيلا. هذا حسب مروالي المصدر الذي أثق فيه. لكن اعتقلوه وبشدة. واللي اعتقلوا توفيق وطرطاق عاودوا بعد ساعة، قال كانوا شاعرين بالجان، كانوا شاعرين بالإزعاج، وهم يعتقلون هؤلاء اللي هم كانوا أرباب كبرى، جنرالات. يعني اسم التوفيق وحده كان يرعب الناس، يرعبهم إلى درجة أن فترة معينة كانوا كثير من الناس يكذبوا ويقولوا لي ما كاش توفيق اللي راك تهدر عليه، لا يوجد توفيق. أنا من 95 لم أنساه يوم واحد، ابتداء من أول مرة، أول خروج لي في الحديث. في الحديث الثاني لم أنسى توفيق أبدا، لأني كنت عارفه أنه هو من أجرم المجرمين على الإطلاق. مع أن أنا ذاك 95 كان عنده غير 5 سنوات في الوظيفة. ومن 95 إلى 2015 13 سبتمبر 2015 اللي طاح به 20 سنة وأنا أتحدث عنه. واستغرب الآن بعض الذباب الإلكتروني يقول لك هذا عندهم علاقة. يعني فيه أحد، ليس هناك مباهاة الآن، ليس لكي أفتخر أو أتباهى، لكن فقط لتثبيت الواقع والحقائق. هل فيه واحد هاجم الديارات كما هاجمتها أنا؟ والله بدون مبالغة ليس هناك واحد هاجم توفيق والديارات كما فعلت، إلى درجة أنهم كانوا ذبابهم اللي كان آنذاك يقول لك جنرالات زيد لا تكلم، هو جنرالات. نعم، هاو الدليل، هاو كل الصراع الجنرالات. هاو الدليل، جنرال يعتقل جنرال، يطيح بجنرال، جنرالات يتحكمون. هاو الدليل أن الجنرالات هم اللي كانوا يحكمون. وهذا كان خلافي مع بعض الناس اللي كانوا يقولوا لا بوتفليقة هو اللي يحكم. قل لهم اسمعوا، بوتفليقة راه جابته الدبابة وراه لا يساوي شيء. نعم، كسر بين الجنرالات، دار بيناتهم الخلافات، جاب هذا دا هذاك، هذا كله داروا. لكن في الحقيقة في النهاية الدبابة هي التي تحكم. ولذلك لماذا لم يستطع السعيد اللي كان الناس كلها طبعا تعرف أنه يحكم في بلاصة أخوه، لماذا لم يستطع أن يعتقل قايد صالح؟ لماذا؟